ألا ترى أن اليوم المغرب هو في عزلة دولية إقليمية؟ ما روج له إعلامه البارحة وذبابه الإلكتروني أن زيارة الرئيس الصيني هي زيارة مجاملة وزيارة رسمية، لكن لا يوجد في الأعراف الدولية والدبلوماسية زيارة لمدة ساعة، حتى أنه الاستقبال كان من طرف الأمير الصغير الذي لا يفقه أي شيء في السياسة. طبعا. صحيح. النظام المخزني يعيش واحد العزلة كبيرة على المستوى ديال العالم، وكاين مشكل آخر يعيشه النظام المخزني هو الاحتقان الاجتماعي الداخلي. راه الشعب المغربي بإمكانه أن ينفجر في أي لحظة بسبب هشاشة الوضع الاجتماعي. راه كاين الفقر، الناس تموت من الجوع. جياني مزبر ايوا حنا زاد ولينا في الكلام. انا نجيب مزبر تاع الحوار. انا نضرب خويا، انا نقتلو، انا نضرب والديه، انا نضرب والديه نقتلو. هي اخر يعني قبل شهرين اعتقد ما سمي حينها بالهروب الكبير، ان المغاربه كاملين بغاو يدخلوا عند سبته، وانتم النظام يقول ان سبته مستعمره. كيف لشعب يهرب الى واحد المنطقه مستعمره؟ المخزن يعيش عزله كبيره. بالطبع بالنسبة للزيارة هو بروباغندا مخزنية، ما كاين لا زيارة. حتى إلا شفنا الوجه ديال الرئيس الصيني ما كانش يعني مرتاح، عارفين بأنها لعبة، جابوا له واحد ولد صغير ما فاهم في السياسة. بالطبع يعني ما يثيقش فيهم. راه ما كاين حتى شي دوله في العالم كتثق في النظام المخزني. نظام قاتل، نظام ارهابي، نظام متعفن، نظام فاسد، نظام يعني يمارس ساديته على شعبه وكيشري ذمم كما شفنا في اوروبا، في الاتحاد الاوروبي. هو نظام، بالطبع النظام فقد شرعيته، وانا اقول انه يحتضر ويعيش اخر ايامه كما يعيش